ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده يا حبايبي كده خفيف مع بعض. بس قبل ما ابدا الفيديو معاكم، اتمنى اللي مش مشترك في القناه واول مره يشاف فيديو لينا يشترك، واللي يشترك جديد يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتحت الفيديو كده هتلاقي كلمه اشتراك، هتضغط عليها وبعد كده تفعلوا زر الجرس، تختاروا منها كلمه الكل عشان كل ما نقدم فيديو جديد يوصلكم. وبرضه حابه اشكركم على تعليقاتكم وكلامكم الحلو، وكل الناس اللي سالت عليه في التعليقات شكرا ليكم. دلوقتي هنبدا الفيديو. وفي حد قبل كده كتب لي تعليق يقول لي انت ازاي ما ترتبي او ما تطبقي هدوم الاطفال عندك، فانا لمت غسيل وقلت اوريكم انا بطبق هدوم الاطفال ازاي. اي حد يعني الواد الصغير انتوا عارفين باتريك سنتين، يعني هدوم صغيره خالص، شايفين. آه، انا اي الهدوم كلها لما اغسلها انا ما اجيبها كده، يعني ما احبش اشيل في الدولاب هدوم ما تكونش مطبقه. اي هدوم، الفوط، الهدوم الداخليه بتاعتهم، اي حاجه لازم اطبقها، وكل حاجه لوحدها. يعني انت لو تلاحظ ان انا في الروتينات كلها بتاعتي عمري ما عملت روتين للدولاب، لان اصلا على طول مترتب. يعني اجيب الغسيل زي كده واطبق كل حاجه لوحدها. يعني انا عاملهم كل واحد واخد دور في الدولاب بتاع الاطفال. انا نضفته معاكم قبل كده ساعه ما رتبت الاوضه. وفيه 3 ضلف، كل واحد فيهم واخد ضلفة. بس كل ضلفة جواها 4 أرفف، فكل رفة فيهم يعني مثلا فوق هدوم الشتاء والخروج، تحتيها هدوم الصيف والخروج، تحتيها رف ورف يعني. الرف اللي بعديه الهدوم الشتوي والبيتي معاها طبعا، يعني مثلا صفين كده في الرف. معلش يا جماعة استحملوني. والرف مثلا صفين للترنجات، وجنبيهم مثلا لمؤاخذة الكلاسين كاملة برضو. جنبيها مثلا الفانلات النص، يعني ده خاص بالشتوي. الرف كله كل واحد لوحده، كل واحد برفه وكل واحد بضلفته. تحتيه الرف اللي تحت الهدوم الصيفي برضو، رفين في الرف نفسه، صفين للترنجات. اللي جنبيه مثلا الفانلات اللي هي القط او الحمالة او الهدوم الداخلية يعني. جنب الترنجات الصيف، يعني كل رف كل واحد ضلفته، وكل ضلفة كل رف فيها حاجة تختلف، يعني عشان مثلا يدخل الواد فيهم الطقم بتاعه يجيبه من نفسه كده وما يبهدلش الدولاب، ما يكونش في حاجة انا اضطر ان انا ادور عليها بعد كده. طول ما انت منظمة الهدوم اللي تغسليها اول باول تطبق وتترص زي ما انت عاملة نظام ليكي في الدولاب. حتى لو دولابنا احنا كبار برضو مخصصة كل حاجة لوحدها. ف يعني مش هيغلبك، مش هتضطر في يوم كامل تاخدي الدولاب يوم لوحده عشان تطبق الهدوم كلها اللي فيه، او مش هتضطر ان انت حاجه تغيب منك وتقعدي تدور عليها وتقلب الدولاب فوق وتحت. لا صدقوني لو عملت كده، لا مؤاخذه، انا حتى الشرابات بتاعتهم كل واحد برضه برفه جنب الهدوم الداخليه الشتوي. طبعا بتتغسل كويس، يعني انا في الغسيل عامه الشرابات بالذات اغسلها على ايدي في الاول، وبعد كده اغسلها في الغساله تاني، فطبعا نظيفه كانها ما اتلبستش. طول ما الحاجات نظيفه انا ضامنه ان انا لو حطيتها جنب الهدوم مش هيبقى فيها اي، يعني مش هيبقى منها مانع او ان هي في ضرر او ان هي تعمل ريحه في الدولاب او الكلام ده كله. آه، اما احط الفرده جوه فرده، وبرده في جزء كده جنب الهدوم الداخليه الشتوي عشان في الصيف ضامنين لو لبسوا شرابات. آه، احطهم برده جنب كده في الدولاب لوحده. فالدولاب مش هيغلبني عامه. انا مش عايزه اطول عليكم المقدمه، بس انا حبيت اقول لكم ده النظام. صدقوني عمري في يوم ما خدت يوم كامل للدولاب، انا غسيل اول باول زي كده هطبق زي ما اوريكم، ومش هيغلبني عامه خالص. هبدا معاكم. انا اول حاجه بدات بيها هدوم باتريك، انا لسه جايب الغسيل. بصوا المناطيل لما اطبقها كده، صدقوني انا مش هتكلم وبس، عشان بس ما تضحكوش عليا وتقولوا طالعه تعمل فيديو لتطبيق الهدوم وكلنا بنعرف نطبق. في واحده سالتني بامانه في تعليق، كنت لو لاحظتوا الفيديوهات اللي فاتت يمكن حد فيكم شافها. اختي كتبت لي عم تقول لي انت ازاي ما تطبقي هدوم الاطفال عندك، فقلت ان شاء الله هعمل فيديو وهوريهولكم عشان برضه تبقى عارفه. لو مشيتي على النظام على طول الهدوم تتجاب اول باول وكل واحد حاجته من مع نفسه، حتى لو عندك ضلفه واحده وهترتبيها كل واحد رف برضه هتكفي معاك وهتبقى 100 100. بصوا انا بحط يعني كل حاجه جواها حاجتها. البنطلون والتيشيرت لو هي 3 قطع زي كده، دبدوب الباتريك دي رنج العين، طبعا دي حاجات صغيره فما تغلبنا شويه في التطبيق. بصوا كده ما جاياش كامله، فانا لما اركب عليها حاجه اما تبقى زي ما هي، لما اجي
اسحبها زي ما هي كده، شايفين؟ هوريها لكم برضه في هدوم الولد الكبار، حتى هدوم الخروج برضو. انا هدوم الخروج يا حبايبي عم اطبقها التيشيرتات لوحدها والبناطيل لوحدها، لان ممكن في يوم يحب يغيروا ومثلا يحبوا يلبسوا البنطلون ده على تيشيرت تاني، فمش هنضطر ان انا يعني اخليهم يلفوا على نفسهم. التيشيرتات لوحدها برضو في رف، في نفس الرف تيشيرتات لوحدها في صف، وجنبيه الصف التاني البناطيل. او في الصيف مثلا الشرطه لوحدها والتيشيرتات لوحدها خروج برضو. بصوا صدقوني انا احيانا يعني ما كنتش فاضيه وسهل عليهم يطلعوا هم طقم لاخوهم مثلا، او يطلعوا اللبس لنفسهم، هم على طول ما يطلعوا اللبس لنفسهم، بس عشان انا منظمه لهم الدولاب. شايفين الهدوم الداخليه برضه الكلاسيم هي بس انا عامله لهم نظام ان الشتوي لوحده والصيف لوحده، خروج صيف لوحده وخروج شتوي لوحده، كل واحد مع ضيفته. انتوا عارفين حتى يعني في الدولاب من تحت رف كده مش هنستعمله، حاطين فيه الشنط بتاعتهم في اجازه المدرسه مثلا، الحاجات المذكرات بتاعتهم اللي بيشتروها للحصص، اي حاجه زي كده، كل واحد ضيفته مع نفسه يبقى عارف حاجه ما يدورش عليها. وشرباتهم برضه كل واحد لوحده، يعني مش اما ورغم احيانا تبقى يعني مثلا اجيب لهم من نفس النوع بس اختار الالوان تختلف، فاهمين؟ فيبقوا عارفينها. شايفين كله كده، تيجي انت تسحب الطقم يبقى كله جاهز. يعني انا في الشتاء حاليا اول حاجه الترنجات، بعدها الكلاسيم، بعدها الفرينات الداخليه، الهدوم الداخليه عامه يعني في الرف نفسه رص ورص ورص، فياخدوا ترنج، ياخدوا كلسون، ياخدوا فلينه، يبقى الطقم بتاعهم خلص، فسهل يعني. ده ترنج بكري برضه بتاع ليله العيد. انا الفيديو اللي قبل ده اللي كنت بنشر معاكم فوق هو اصلا سبب تعبي، انا استحميت وطلعت على طول فوق انشر، فمن ساعتها وانا تعبت. الدور البرد داتي انا عامه الشتا كله يعتبر انا عندي برد، مش هيروح مني يعني، نشكر ربنا. استحملوني يا حبايبي. وفي مفاجاه حلوه في اخر الفيديو، هو هي يعني ممكن هي مش هتخصكم انتوا، بس انا حبيت اشاركها معاكم برضه، الفضل يرجع لكم. انا اللي فرحت بيها، وان شاء الله هوريها لكم في اخر الفيديو برضه. يعني ده يعني كرم ربنا في الاول وفضل من ربنا، بس الفضل برضه بعد ربنا يرجع لكم انتوا، لان لولا انتوا ما كانش هتوصلنا حاجه زي كده. كملوا معايا الفيديو للاخر. حبايبي اللي بيقولوا انت مشوقين لاخر الفيديو عشان نسمعه، يعني بصوا هو اصلا يعني انا اخر خطوه نفسي اكملها اللي هي اكمل $100 عشان اضبطها. صدقوني يا جماعه مش طمع، عشان في ناس ما تقول لي يعني حتى لو ما كتبتهاش في التعليق ما تكتبها لي في الخاص، ناس تعرفني، ناس ما تقولها من ورايا وما توصلني اني طب انت يعني الحمد لله نشكر ربنا عطيك الحمد لله مستورين، فليه تطمعي يا عم القناه ليه؟ طب وهتقبض ليه؟ يا جماعه كل واحد اضرب بيته وكل واحد اضرب ظروفه، وانتم ما تعرفوش انا اللي بيتي ايه وانا ما اعرفش اللي في بيوتكم ايه. فبلاش يعني كلمه الطمع دي. اولا انا ما دخلتش في بيوت حد فيكم وقلت لهم ادوني الا بالعافيه، لا ما قلت لكمش، ما حطيتش ايدي في جيب حد فيكم وقلت لهم ادوني. انا عملت فيديو اولا، انا كنت اما اسمع فيديوهات قبل ما انا اعمل قناه خالص، يعني كنت اما اسمع لناس معينه كده مثلا ياسمين شاهين، كنت بسمع لها فيديوهات، لو حد فيكم يعرفها برضه او متابعها اكيد يعني فيكم ناس كثيره متابعاها، او يوميات جمهوريه احمد وامل برضه في ناس من عندكم متابعينها منكم. انا كنت بسمعهم وبرضه يعني كنت بسمع العيله كامله اللي هي جمهوريه احمد وامل دول، وناس محترمه كنت متابعهم وخدت الفكره منهم بصراحه عجبتني. اول فيديو شفته لياسمين شاهين كانت قابضه فيه من اليوتيوب، وانا قلت خلاص يعني انا خدت الفكره لما اسمع للناس. ما كنتش افهم جو في الاول، بس بعد كده بحثت على اليوتيوب وعرفت ان الموضوع سهل، عملت القناه لنفسي، يعني انا عملتها من التليفون، مشيت على الخطوات، بحثت على النت ومشيت على الخطوات زي ما هم ماشيين، وعملت زي ما هم عملوا، فانا عملت القناه لنفسي. ففي الاول بصراحه انا كنت يعني حاسه ان انا مش هنفع بصراحه كده، او القناه مش هتنجح، بس مره على مره ابتديت انزل فيديو ورا فيديو. انا في الاول ما كنتش منتظمه ان انا انزل كل يوم لان ما كانش عندي افكار بصراحه، وكانت نفسي ما تتصدق لما انا انزل فيديو وما يبقاش عليه مشاهدات، ما كانش بيجيني مشاهدات خالص، يعني ممكن كل فيديو مثلا يجيني 15 مشاهده 30 مشاهده، فاهمين؟ فما كانش عندي كميات يعني. فاخدت الفكره منهم بصراحه لما كانوا هم مثلا يكتبوا او يقولوا في الفيديو ان الفضل يرجع للناس المتابعين مش عارفه ايه،
طب احنا يعني احنا ايه اللي وصلناه؟ ما كنتش فاهمه يعني. فبعد كده عرفت ان الفضل يرجع عشان المتابعين هم اللي بيشاهدوا الفيديوهات اللي بتنزل، الاعلانات مش عارفه ايه. عرفنا ان قبضنا من ده يعني. فلما خدت الفكره ونفذتها، انا وصلت مع ياسمين شاهين على وجمهوريه احمد وامل على الواتس، وفهموني يعني لا لازم تستني شويه، لازم تصبري. القبض مش هيجي من اول سنه، ممكن تقعد سنه ونص. برضه لقيت ناس كتيره عامله فيديوهات لسه اول قبض ليهم، وما كانتش يعني ما تحققش من اول مره، فاهمين؟ ف من اول سنه يعني ما عملوش القبض، ما جالهمش قبض من اول سنه. الناس قعدت سنتين وناس قعدت سنه ونص. فانا الحمد لله اشكر ربنا يعني لسه ما كملتش السنه. وانا حاليا ابتديت يعني القناه، انا اشكر ربنا ان هي ابتدت تحقق ربح معايا. اي نعم ربح قليل خالص، بس اشكر ربنا ان يعني على قد ما انا يعني في امل، فاهمين؟ القناه تديكم امل ان انتوا تكملوا. انا مش عايزه اصدقكم كتير، بس صدقوني انا بقول لكم الفضل يرجع لكم. لان انا يعني ما فيش حد مثلا يكتب لي يقول لي طب انت اللي هتقبض احنا نستفاد ايه؟ بص لما تحب الخير، لما تحب الخير لنفسك هتحبيه للناس. يعني انا بقول لكم اللي خلاني اوشكم في الوش ده كله وتوهتكم معايا وانا تهت، اللي خلاني ان انا اوصل لكده. انا كنت بتفرج على قنوات زي ما انت بتتفرج عليا كده، وجاتني الفكره ونفذتها ونشكر ربنا نجحت الحمد لله. انا يعني كل خطوه ما اتقدم فيها كانت مشاهدين، مشاهدات يعني زياده، او مشتركين زياده، او التعليقات الحلوه. اولا انا اكتر حاجه فرحانه لها ان اليوتيوب عرفني بناس كتيره، حتى لو انا ما كنتش اعرفكم شخصيا، بس كفايه ان تلاقي حد مثلا تقوم الصبح كده تلاقي حد بيسال عليكي زي ما حصل امبارح والنهارده في الفيديوهات. ناس كتيره كتبت لي في سلامه، وناس بتطمن بقيت احسن، بقيت مش عارفه ايه. فالكلام ده كله حتى لو انا ما اعرفكمش وش لوجه كده او شخصيا، فانا دي حاجه تفرحني. فهو في مثل بقول لكم اللي يحب ربنا يحب اللي يحب ربنا يحب في قلبه، ماشي؟ يعني اكيد فاهمين او كده عارفين. مش عايزه اطول عليكم، مش عايزه ارد معاكم كتير عشان ما اصدقكمش، بس يا ريت يعني تخدموني وتكملوا جميلكم معايا للاخر، ان انتوا تشوفوا الفيديوهات للاخر. صدقوني وحياه ربنا انا مش هقول لكم كده عشان تشاهدوا يعني، لا بامانه بامانه تاني. انا كنت بتفرج على الناس احيانا ما ببقاش فاضيه خالص ان انا افتح التليفون وامسك الفيديو واشتغل واتفرج عليها، عشان من اللي ورايا في البيت يعني كلنا عارفين ان كل صحبات عيال واللي معاه ربنا يهديه طبعا. مصالح البيت مش هتنتهي. ف اجي انا ممكن اشغل الفيديو وبامانه اشغله جنبي، بس اقول لا يعني حتى الاعلانات اللي بسمعها للاخر والفيديوهات اللي بسمعها للاخر، حتى لو انا ما ببصتش عليهم مش فاضيه، حبا ان انا اعمل خير. لا حتى لو مش هيعرفوني ومش هملت في التعليقات واقول ان انا اتفرجت او ما اتفرجتش، بس كفايه ان انت في ضميرك ان انت عايزه تعملي خير، او ان انت تساعدي، حتى لو ما فاتكيش ان انت تساعدي بس ان انت ممكن من ورا مشاهدتك انت الفيديو يتناشر، الفيديو اللايك اللي تحطيه يرفع الفيديو الناس تشوفه، فانت كده عملت خير من غير يعني من غير ما تتعبي في حاجه. الناس في ناس كانت لما تكتب حتى لو مش هي انا لقنوات تاني، طب انتوا ما تقبضوا واحنا استفدنا ايه؟ صدقيني كفايه الخير اللي انت عملتيه، كفايه ان انت انا دي ما شايفاش حد فيكم ما عرفش اشكالكم ايه، ما عرفش انتوا مين او منين. وفي ناس صدقوني انا حبيتها ومستنى تعليقاتها، عشان يعني حسيت ان الناس دي في محبه من جواها، فاهمين؟ انت لما حد يكتب لك يعني انتوا عارفين احيانا تحسوا حتى بطريقه التعليق ان هو طالع من القلب او ان هو كلامه خلاص، فاهمين؟ إيه لما تحس ان الناس حباكي انت هتحب الناس، كفايه ان انت تحب الناس وتتعاملي معاهم. يعني طول ما في محبه من جواكي مش هتقولي انا لا انا هستفاد ايه ولا مش هستفاد ايه. صدقوني تاني بامانه انا مش بقول لكم الكلام ده كله عشان اساس ان انتوا تتفرجوا على الفيديو او ما تتفرجوش. اي نعم انا طلبت منكم تكملوا جميلكم معايا للاخر وتسمعوا الفيديوهات للاخر، لان برضه اقول لكم تاني الفضل يرجع لكم في اللي انا وصلت له. انا الحمد لله يعني اخر مرحله هوصل لها ان شاء الله، يعني لما اكمل ال100 دولار رابط. اخر حاجه بالنسبه لي اللي انا في الخطوات اللي انا عملتها ان انا اقبض بس، ويبقى كده الحمد لله. حلم كنت محلم بيه ووصلت له. انا من زمان كان نفسي اعمل قناه، بس عشان ابقى صريحه معاكم برضو جوزي كان ممانع والاهل كانوا مانعين. فطبعا انتوا عارفين الكره الصعيد لازم نشوف الكل، مش معنى ان انا متجوزه يبقى ماليش دعوه باهلي وكده، لا. فيا جماعه لا انا مش هعمل حاجه غلط، انا مش يعني هصور باحترام كده كده، فاهمين؟ يعني هم كانوا خايفين من الموضوع داتي، يقول لي
خصوصا الكرة يا جماعة. كل الكرة هنا لو حد عرف مثلا لا هيقولوا كذا، طب انت مش محتاجة، طب هيقولوا طلعت على اليوتيوب ليه، مش عارفة الكلام ده كله. فانا قلت انا ماليش دعوة بالناس طول ما انا بعمل حاجة باحترام وبالادب، ما حدش عندي حاجة. وخدت الخطوة فعلا ونفذتها. انا في اول الفيديوهات ما كنتش اما اطلع بشكلي، يعني كنت بطلع بالصورة بس وانفذ حاجات في المطبخ بايديا، ما كنتش اما اعمل روتينات ولا الكلام ده كله. إيه، والحمد لله. اول حاجه برضه الفضل يرجع لكم تاني وتالت ورابع، ان انا اول ما فتحت القناه ما كانش عندي مشاهدين، ما كانش عندي مشتركين. خطوه بخطوه ابتديت ان انا الحمد لله حققت الشروط، و جمعت 1000 مشترك، كان كمان 1000 وشويه، وجمعت ال 4000 ساعه مشاهده. دي كانت شروط اليوتيوب عشان قناتي تتقدم، و... وخلصت الشروط الحمد لله. وبعد كده ابتديت اقدم فيديوهات. بعد كده جه جوزي من السفر، ابتديت ان انا اقدم فيديوهات بشكلنا وبصورتنا وبصوتنا مع بعض. ابتدينا نظهر يعني على القناه بشكلنا، و... وجيت بعد كده اخر شرط كان عندي من الشروط ان انا احوش $10. ما كانش عندي فلوس خالص رصيد في القناه يعني عن بعد ما فعلت القناه. انت مش لما تبتدي اصلا تحقق الربح غير بعد ما القناه تتفعل وتحقق الشروط. اخر شرط بعد التحقيق يعني بعد ما القناه تتقبل شرط تجمعي $10. الحمد لله برضه بفضل ربنا والفضل يرجع لكم من كتر المشاهدات اللي شفتوها. جمعت $10. وبرضه كان صعب عليا لان احنا لسه مبتدئين. القنوات الصغيره صعب عليها اي حاجه نقطه تخطي، يعني اي خطوه تخطيها بتبقى صعبه. الحمد لله نشكر ربنا حققت $10. وبعد كده بعتوا لي البنكود، ودي كانت المفاجاه معاكم. الحمد لله اشكر ربنا ان في ناس اما تطلبها بعد 4 شهور مش اما تجيلها كمان. انا الحمد لله من اول مره طلبتها ما كملش شهر وجاتني الحمد لله نشكر ربنا يعني. بصوا يا حبايبي برضه قبل ما اوريهولكم، دي لبس خروج ده بتاع العيد، شايفين قطيفه من جوه مش حلو خالص. لبس الخروج انا مطبقه زيه زي ترنج بس مش محط حاجه جواه. جميل. برضه كده وريتكم التطبيقه، ما حدش يقول لي فيديو تافه. بامانه حد سالني في التعليقات، ولو رجعت التعليقات القديمه هتشوفوه. بس ما كانش عندي وقت برضه، وانا اسفه للتاخير والوقت اللي طلبت مني. انا كده خلصت تطبيق الهدوم كلها، والكبير برضه والصغير كلها بعمله كده. شايفين ده لبس الخروج عادي، انا احط راس لوحده كده تيشرتات، والراس التاني المناطيل اللي جنبها، عشان اي حد عايز منه يلبس التيشرت ده يلبس البنطلون ده عليه فهو براحته. كده خلصت من فيديو الهدوم. برضه ارجع اقول لكم تاني البنكود اللي وصلني من اول مره طلبته الحمد لله. هو وصلني بصراحه قبل العيد بس انا ما كنتش مصوره لكم. ده شكله حبايبي. ده شكل البنكود اللي وصلني. ده من جوجل ادنس. يعني في ناس كتيرة ما تطلب ويتأخر عليها، أنا الحمد لله يعني نشكر ربنا من أول مرة طلبت وصلني. حتى في البوسطة لما بعتهولي هو ما يتبعت على بوسطة البلد اللي انت فيها، أما يقولوا لي اديلي الكداه طالباه، قلت لهم اول مره طلبته وجاني. قال لي ده انت يا محظوظه عشان في ناس كتيره طالباه وتاخر عليهم، اديلهم 4 شهور. يعني كل شهر يعدي عليك تطلبيه مره لحد 4 شهور، وبعد كده ما ينفعش تطلبيه تاني. فانا اشكر ربنا من اول مره طلبته ووصلني الحمد لله. وده شكله يا حبايبي. بس طبعا البيانات اللي احنا محتاجينها جوه فما ينفعش اوريها لكم. بس ده شكله من بره. انا حبيت بس كده يعني. بص كل ما ربنا اما يدي خطوه قدام تحسسك بالامل اكتر. يعني لما جمعت $10 قلت لا كده نشكر ربنا، يعني في امل لبكره ان انا يجي في يوم هطبخ زي الناس ما تطبخ. مش طمع صدقوني، بس انتوا عارفين لما تكوني تعبانه في حاجه وانت مستنيه على قد تعبك على قد ما ربنا يجازيك قصادها، هو ده. لكن صدقوني مش طمع. يعني اصلا انت في احيانا بتبقي مش جاهزه ان انت تعملي الفيديوهات كلها لما تصور انت كده وتصرف عليها ممكن يوم تقضيه عادي انت وعيالك، بس عشان انت عايزه تصور الفيديو هتضطر غصب عنك تجهز حاجه ينفع تجهزيها. اكيد فاهمين. ف اكيد اما تصرف. يعني انا البيات تربط هي $100 يعني مش هتعمل حاجه دلوقتي في اللي انا صرفته على القناه. الكد اللي هيتقبض اول مره وتاني مره يعني بكتير. يعني انا دي لي سنه دلوقتي جربت اكمل سنه اما اصور فيديوهات صرفت عليها كتير. صدقوني مفيش حاجه ببلاش، واكيد كلكم فاهمين وعارفين. مش محتاجه لسه لما اجمع $100 لحد دلوقتي يعني ما وصلتش حتى ربعها.
بس نشكر ربنا برضو ان انا لما اتقدم خطوه انا كده خلاص، يعني دي اخر مرحله، دي كده اثبات يعني ده بصوا اثبات المكان اللي هيجي على القبض، يعني بالمختصر كده يعني. يبعتوا لنا رقم جوه الكارت ذاتي، ندخله على القناه عندنا عشان يعني بص على اساس هي ده اثبات الشخص نفسه، يعني كده اثبت ان انا الشخص اللي انا عامله قناه، واثبت المكان اللي انا فيه اللي هو خلاص على العنوان ذاتي. هيتبعت القبض فيما بعد ان شاء الله لما نجمع $100 برضه الفضل يرجع لكم وبيدكم انتوا زي ما وصلتوا للمرحله دي، تكملوا معايا للاخر، انتوا تشاهدوا الفيديوهات للاخر كامله، علشان بس ان انا اجمع $100 واربطها اول مره. برضه كل الفضل والشكر بعد ربنا يرجع لكم انتوا. انتوا اللي وصلتوني للمرحله دي، انا ما كانش عندي ولا مليم في القناه، برضه الحمد لله ان انا اجمع $10 وانا لسه بادئ دي كويسه، حتى لو طولت معايا انا عارفه ان انا طولت، ده في ناس ما تقبض بعد شهرين وبعد 3، بس الحمد لله برضه حتى لو طولت بس طول ما في صبر وفي امل وفي محبه الناس ان شاء الله هنوصل اللي احنا عايزينه. وصدقوني اللي عايز فيكم يفتح قناه كباب رزق ليه، لا هو عيب ولا هو حرام، طول ما طالعين باحترامنا. الناس لما تبص للجانب اللي هو الناس، لا مش عايزه اتكلم على حد وعمري ما هتكلم على حد، بس انا بوريكم يعني بوريكم انه بيحصل. فكره اليوتيوب يا جماعه مش كلها وحشه، في ناس لما تقدم محتوى يعني ظاهر، فاهمين انتوا؟ ظاهر ده طالع يعمل ايه، لكن انت لما تكونوا باحترامك ومع نفسك وكل واحد بصوا عم ينبع من اللي جواه. انا عمري ما طلعت وانتوا شوفوا الفيديوهات كلها عمري ما اتكلمت على حد. اهم حاجه تبقى في حالك، مالناش دعوه باي حاجه بره بعيد عن حياتك انت، مالناش دعوه بيها. وبرده مش كل حاجه انا بعرضها لكم هي حياتي، في حاجات كتيره في حياتنا احنا مش لازم نعرضها على اليوتيوب، فاما نعرض اللي ينفع يتعرض برده بالادب والاحترام. في حركتك، في لبسك، في اي كلمه تقوليها، طول ما انت بأدبك واحترامك، اي واحد فيكم ولا اي واحده فيكم اللي متابعين عايزين يعملوا قناه سهله خالص، كده كده ما ننظف في البيت، كده كده ما نغسل، كده كده ما نطبخ، كده كده ما نحتفل مع بعضينا، كده كده بيجي العيد بنحتفل، دي الاحتفالات اللي احنا بنقضيها، كده كده مربيين طيور وخصوصا في الفلح اللي احنا فيه، يعني احنا في قرى الصعيد مفيش بيت مفيش طيور. فانت لو عايزه تعملي قناه انا بشجعك، هتصبر سنه هتصبر 2 مش مهم، يعني كده كده كل حاجه ما نعملها وكده كده كل حاجه بنتعب فيها. فانت ما فيش حاجه مسؤول لكم بتليفون عادي، مفيش حاجه لما انت تستخدم التليفون، او من الاحسن يكون معاك حد كبير يشاركك في البيت. لكن انا للاسف لازم مسافر ومعيش حد في البيت وعيال صغيرين، فالفيديو اللي انا بيصوره لي طفل مثلا ويبقى ماسك لي التليفون فالفيديو ما يبوظ الحمد لله. لكن لما يكون معاك حد كبير يساعدك صدقيني هتعرف معناتها لما تتقدم خطوه ورا خطوه. صدقيني كل ما تتقدم خطوه هتحس ان انت يعني ربنا كرمك اكتر. بعد كده اول ما تضبط عاد هتتحمس اكتر، وصدقيني كل يوم هيزيد عندك سنت واحد. سنت يعني يعتبر بص شفت الشيلين هو زي الشيلين كده ماليش لازمه، بس صدقيني لما تتقدم كل يوم لما تلاقي سنت واحد يزيد عندك هتفرحي ومش طمع، لا ان انت خلاص جربت اوصل للحلم، جربت مش عارفه ايه، خلاص انت اتقدمتي خطوه ورا خطوه، هتفرحي وهتسترجعي اكتر. وانا زي ما قلت لكم حتى لو تعبت في التصوير وحتى لو الكلام ده كله، بس صدقوني انها فايده، اولا كل حاجه غليت والرجاله كتر خيرها بدات يتعبوا والعيال كل يوم عايزه، فاللي جاي على قد اللي رايح حتى لو كانوا مسافرين. اللي انت تساعدي بادبك واحترامك وبيتك لا تطلع ولا تسيبي عيالك ولا الكلام ده كله من مصالح البيت. انا مسجله اي واحده فيكم بتسمعني وعايزه تعمل فيديو او عايزه تقدم محتوى على اليوتيوب، حتى لو مش عايزه تظهر بشكلك. انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات الاولانيه اني ما كنت ظاهره بشكل، يعني كانت ايديا بس بتحرك في المطبخ وبرده كانت في مشاهدين، بس هو المحتوى اللي بيشاف اكتر لما يكون الناس بصورتها كده يعني. أشجعكم تشتغلوا في الموضوع ديتي، فيه رزق حلو وخصوصا لو خدتيه كشغل، اللي انت كل يوم لازم تنزل فيديو. انا مرت عليا ايام قعدت من 30 يوم 35 يوم ما كنتش بنزل ولا فيديو، وده اللي اخرني برضه. يمكن انا لو خدت الموضوع جد وكل يوم في نفس الميعاد نزلت فيديو كان زماني قبضت مره واتنين من بدري. سامحوني على الصوت ده اللي انا فيه، سامحوني على الصداع اللي سببته لكم، بس انا حبيت اوريكم انا وصلت ليه بفضلكم برضه، وحبيت اشكركم مره ومليون، واشكركم على كلامكم الحلو، واشكركم على الخطوه اللي قدمتوا لي ليها. وبرضه سامحوني في الطلب انتوا اخواتي،
ومش عيب ان انا اطلب منكم تشاهدوا الفيديوهات للاخر عشان اكمل ال $100 واظبطها، مش طمع صدقوني، بس ان انت توصل لي بعد اخر تعبك ربنا يجازيك عليه، ده اي حد فينا كده. دلوقتي يا حبايبي مش عايزه اطول عليكم، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام. ما تنسونيش في الاشتراك وفي اللايك، وما تنسونيش في التعليق الحلو، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. سلام يا حبيبي.